اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جمعة طيبة مباركة حبيبي الغاليين، وش راكم وش حوالكم؟ إن شاء الله يلقاكم الفيديو هذا كامل لاباس وكامل بخير وكامل في صحة جيدة يا رب العالمين. هذا روتيني تاع نهار الجمعة، وش درت فيه من الصباح؟ يعني شاركت معكم لقطات، بديت لكم هنا بالفطور تاع الصباح على بالكم نهار الجمعة من الصبح وشوية قلت ندير لهم المسمنات هذو يفطروا بيهم. كيما راكم تشوفوا راهم جاو خفاف يهبلوا. اللي تحب الوصفه بالتفصيل راهي كاينه في قناتي، درتها شحال من خطره ودوك نزيد نعاودها معاكم البنات. انايا دقيقه راهم مليح، ما زدت له والو، ما زدت له لا فرينه لا حتى حاجه، درت له غير الملح ولميته بالماء، لوزته خليته تحط شويه وشكلته كيما نشكلوا الملويات ولا المسمن عادي. درت له شويه سكر وزيت من الداخل، وهذا هي يعني كي تشوفوهم منفخين كي يتنفخوا لكم كي يكونوا يطيبوا تسمى راهم نجحوا الملويات نتاعكم. ويعني الدقيق هو الاساس صدقوني، يعني بالنسبه لي ما ينجحوش نقولهم يعني ثبتوا رواحكم مع الدقيق كي يكون ماهوش مليح ويعني ما يخرج لكمش ملاح. هذه هي البنات، حبيت نشارك معكم لقطات تاع فطوري تاع الصباح. اكيد انا كي نوضت بعد شربت هذيك القهوه الكحله سينو ما نحلش عينيا، ما نقدر ندير لا مسمى لا ملويه لا حتى حاجه. وهنايا قلت خلينا نفطر. بعد ما كملتهم شهاوني قاعدين الاولاد يفطروا بيهم وراجلي، يعني انا ثاني قلت خلينا نفطر معاهم. هذا هو فطوري البنات، حبيت نشارك معاكم كفكره يعني سورتو وهي جايه العطله جايه هكذا، سورتو بالويكاند الولاد يحبوا يصبحوا كل شيء. هذو افكار يعني كيما ديما نقول لكم رانا نفكروا في بعضنا، وهذا هو يعني الهدف الاساسي من القناه نتاعنا. بالمناسبة يعني ما تنساوليش البنات هذاك اللايك فضلا وليس أمرا، واللي جات جديدة وعجبتها القناة نقولها مرحبا بك أختي العزيزة، شرفيني بالاشتراك تاعك. هنايا بعد ما كملت فطوري جيت لهنايا، هذا ماهوش رياء البنات يعني أعوذ بالله من الرياء، يعني مجرد تذكير هذا مكان ربي يهدينا كامل كامل. قال كذا كثر الجهر بالمعصية، احنا نحاولوا نجهروا بالطاعات، ربي يهدينا اجمعين يا رب العالمين. وربي ثبتنا. انا وحده مانيش يعني ملتزمه بزاف يعني بصلاتي وبعباداتي، ساعات يكون هكا تقصير ويكون تهاون. ندعيوني معكم البنات، وهذا احسن دعاء واحد يقدر يتسمى واحد يدعي لخوه، يدعي له بالهدايه. اكيد كي تدعي الواحد بالهدايه كي تتسقم عباداته حياته رايحه تتسقم اكيد. ربي يهدينا كامل كامل. ولكم بالمثل حبايبي الغاليين. هنا مع العشيه قلت لكم الغداء تسوبريما، درت لهم كاين اللي زاد كلام المسمن هذاك وبقى لي شويه من العشاء. وهنا العشيه قلت ندير لهم شويه شوربه، من رمضان ما درتهاش شوربه فيرميسال، يعني راه وقتها راكم تشوفوا في الجو الايامات هذو شتوي خريفي ربيعي المهم كيما تحبوا مخلط. والحمد لله على كل حال. هنايا درت حبه بصل ومرسو تاع الدجاج شويه تاع الثوم. الشوربه تاعنا تحب شويه كميه هكا لا باس بها نتاع البصله باش تجينا خضراء. ولي زيبيس درت فلفل الكحل راس الحانوت والتوابل تاع الشوربه. درت شويه تاع الثوم والملح والزيت هي الاولى اكيد. نقلي الماكله تاعي. السر تاع الماكله ديما نقولكم هو التقليه. وكاينه حاجه يعني انا شفتها ديما نقولكم للمبتدئات، والله الغلطه هذه شفت حتى كبار ويديروها. هنا درت فلفل الاحمر والكزبر، شد حتى كبار قلت لكم يعني ويديروا الغلطه هذه ما فيها باس، الواحد راهو يتعلم وخلاص. هذه هي يقليو تقولي لهم التقليه مليحه للماكله، يروح يقلي لك هذيك الماكله حتى تتحرق البصله. البصله اذا تحرقت راهي تطلق المراره وما تجيش بنينه الماكله، امبوسيبل تجي بنينه. التقليه حافظوا ديما على البصله تاعكم تقعد محافظه على اللون تاعها، يعني قليو وتقعدوا تحافظوا على البصله تاعكم ما تخليوهاش تتحرق. هذه هي درت لها قطره تاع الماء اكيد باش تقلى مليح، شويه نتاع الدبشه كيما راكم تشوفوا. انا مع الاول ما نحبش نقصها، نحب نديرها هكذا بوكي. وانا مرق بالماء السخون اكيد يعني باه تجي الماكله تاعي بنينه. كيما نقول لكم حوايج بديهيه، ولكن راهي للناس واحد اخرين راهم يتعلموا، كاينين اللي راهم يتعلموا كيما ديما نقول لكم. مرقتها هنايا نغطي عليها الطيب يطيب لي جوست هذاك الدجاج تاعي. كي تشوفوا طاب ندير الفيرميسال، درت قيس تاع 2 فناجل جوست هزت الغليه وطفيت عليها. هنا البنات راني حطيت الماء يغلي وحطيت فيه الحبات هذو تاع الطماطم باش ندير بها لاصوص طوماط تاع البيتزا تاعنا. صوص بيتزا تاعنا هذه كفكره يعني باش تنحلنا القشره هذيك تاع الطماطم. وسورتو كي تكون انا الطماطم تاعي راهي مليحه، سورتو كي تكون الطماطم هذيك خضراء ويابسه كي ديروها هكا راح تطلق شويه الماء تاعها.
يعني هذه ثاني طريقة. الشكاشك والله باش يجيونا ملاح ويجيونا بنان نديروهم هكا في الماء السخون شوية، تنحى لكم القشرة فاسيلمون كيما راكم تشوفوا. هنا راح نخدم معاكم هاد لاصوص بيتزا مالفا ديما كاينه عندي، خدمتها معاكم يعني شحال من خطره، مالفا نخبيها سورتو كي تكون هكا طماطم رخيصه وكلشي ندير كونتيتي ونحطها في الكونجيلاتور نلقاها واجده يعني. نقول لكم التحضيرات هذو راهم ملاح بزاف بزاف، ديما نقولها الهضره هذه سورتو للخدامات اللي تربي اللي عندها اولاد صغار، ملاحة في التحضيرات يعني هي ما تعيش روحها بزاف وفي نفس الوقت ما تقصرش، يعني ديما الطلبات تاع الولاد والازواج والطلبات تاع الانسان هو بعد ساعات تكوني تعبانه وتكوني متشهيه هكا حاجه ملاح. هذو التحضيرات البنات يساعدوا بزاف. خلاص اليوم انايا لاصوص تاع البيتزا هاي كي ما كانتش عندي راح نديرها، بصح الاخر العجينه نتاعي تاع البيتزا كانت واجده. شوفوا هنا البنات واش درت حبه بصله صغيره، نص حبه بصل، ودرت نص مغرف تاع طماطم كونسونطري. بعد ما ذالت لي شويه هذيك البصله تاعي ندير نص مغرف تاع الطماطم، نزيد نقليها مليح مع البصله تاعي باش تنحالها هذيك الحموضه وتجينا بنينه. انا نحب الطريقه بزاف هذه يعني تاع لي صوص تاع البيتزا، نحب ندير فيها البصله. اكيد ما كمش راح تلقاوها من بعد كي تترحى وكل شيء، راح تطلق بنه مليحه يعني في لاصوص تاعكم راح تجيكم بنينه. كي تجربوهم بالطريقتين، كي تجربوا لاصوص تاعكم بالطريقه العاديه ديروا غير الطماطم وحدها وتجربوا الطريقه هذه اكيد راح تشوفوا الفرق. نقلي مليح هذيك الطماطم تاعي مع البصله، هذيك الطماطم تاعي اللي نحيت لها القشره قصيتها حتى هي، انا نخليها شويه هذه تتقلى شوي ونجيب الطماطم تاعي. شوفوا كيف راه يستيح لي هنايا البنات، هذيك الطماطم اللي قصيتها لوحتها مع البصله هذيك والطماطم. وهنا باه ندير لي زيبيس مع اللي راني ما درت حتى حاجه، ما درت لا ملح ما درت والو. هنايا ندير شويه تاع الملح وندير شويه فلفل الكحل، ما كانش عندي هنا زعيطره ما كانش عندي الرند، يعني اذا كان عندكم ديروا لها راح تزيد لها بنه يعني ما شاء الله. الزعيطره والرند يحبوا لاصوص طوماط تحب بزاف هذو الحشاوش كيما يقولوا. انا هنايا ما كانش عندي ما كانوش متوفرين، ندير لها هنايا ندير لها لي زيبيس نخليها تتقلى. هنايا كي تكون الطماطم تاعكم ندير لها شويه تاع الثوم، كي تكون الطماطم تاعكم يابسه ما فيهاش الماء بزاف زيدوا قيس فنجان هكا تاع الماء باه طيب مليح. واذا كانت كيما تاعي هذه الطماطم تاعي راهي مليحه فيها الماء وكلشي ما نزيدش خلاص الماء يعني ما نستغنى عليه تماما ما نزيدش، نقصلها في النار ونخليها طيب هذيك الطماطم ومن بعد نميكسي كلش كما قلت لكم. من بعد ما تلقاو هذيك البصله ما تلقاو حتى حاجه، هنا الميكسور ضروري يعني ولا لاشوار هذاك. هذو هما لي ميني بيتزا تاعي البنات. ثاني كيف راني شاركت معاكم كل خطره يعني نقص لكم حاجه. لي ميني بيتزا شوفوا انا كي ندير اي مملحه، المملحات يعني عندي عجينه تقريبا نديرها في المملحات كامل، ندير كاس تاع حليب وربع كاس تاع الزيت وندير عظمه والملح واللم بالفارينه. هذه ندير بها تقريبا المملحات كامل. كي تقعد لي هكذا العجينه ندير مملحه وتقعد لي نخدمها دي ميني بيتزا، نطبعها دي ميني بيتزا نطيبها نص طياب هكا يطيبوا صفر نديرهم في الكونجيلاتور. كي نحب هكا يسخفوا الاولاد ولا نحب نديرها نلقاها واجده، يعني هذه كفكره بسيطه. شوفوا هذيك لاصوص تاعي كيفاه جات بنينه تهبل البنات يعني. بيتزا تاعي راه ما فيها والو ما درت فيها ني طون ني دجاج ني والو، مي لاصوص كي عاد جات بنينه ودرت لها شويه تاع فلفل احمر قبيله شويه حاره جات بنينه تهبل. وهنايا شويه تاع فرماج كيما راكم تشوفوا فرماج رابي اي نوعيه تكون عندكم. انا والله ما على بالي واش نوعيه جاب لي هذاك جابوا لي ماهوش مونباري تسمى بالميزان ونوعيه هايله يعني يذوب يهبل. كيما راكم تشوفوا بيتزا تاعي راني ما درت لها والو جوست هكذا. عندي شويه زيتون خضر قصيته ونزينوا بها، ما كانش عندي زيتون كحل. قلت لكم يعني طياب احنا ماناش دي شاف يعني شاف هكذا كي يخدم في ريستوران ولا يخدم كل شيء لازم يكون متوفر. انا نقول لهم ديما ربة البيت راهي خير من الشاف، علاه من كان والو دير. وهذاك هو الصح، يعني لازم ديما نفكروا لازم درك اذا ولدك ولا يعني انت بعد تكوني سخفتي على حاجه مش لازم كل شيء يكون حاضر، يدير العبد بالموجود يعني يدير الحاجه اللي كانت كذا في الفريجيدار
نفرحوا وليداتنا اكيد ونفرحوا انفسنا. يعني ماهوش لازم العبد يكلف روحه ولا يدير بالشي اللي كاين وخلاص. كيما هنايا يعني اكيد وحده اخرى تقول انا ما كانش طون، ما كانش حاجه انا نديرها في ولا دجاج ولا ما نديرش. لا لا اختي، انا درتهم هكذا بالطريقه هذه، والله صدقوني جاو بنان يهبلوا وعجبوهم، والحمد لله يا رب العالمين. مع هذيك الشريبه والحمد لله. هذه هي كما نقول لكم ربة البيت، والله لازم تفكر ما فيهاش. هذا هما لي ميني بيتزا تاعي، حطيتهم يطيبوا، قلت لكم راهم طايبين نص طياب، شعلت لهم شويه من التحت مع الفونتيلاتور ووجدوا. وهذه هي الشريبه تاعي. الله الله واش نقول لكم، جات خاطره. شهيتكم في الجنه خواتاتي العزاز، كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه جات خاطره. انا نحبها هكذا، ما نحبهاش هذيك اللي تجي معصده بزاف، وميم طون ما تجيش هذيك اللي مايها كما يقولوا الماء والزغاريت. وهذا هما لي ميني بيتزا تاعنا مع شويه تاع الدبشه اكيد. هذا هو عشان البنات. من يكون عجبكم الفيديو، في امان الله.